يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي افضل حال. الحمد لله على كل حال، والف حمد وشكر ليك يا رب. اول حاجه كده هنشكر ربنا اللي احنا صحينا من النوم النهارده والحمد لله كويسين وكل حاجه كويسه، واولادنا راحوا المدرسه وازواجنا راحوا شغلهم والحمد لله، يعني احنا كلنا بخير. لازم اول ما تصحي كده تشكري ربنا على النعم اللي انت فيها. تعالوا بقى نحضر فطار مع بعض. انا فطرت كده فطار بسيط، عملت ساندوتش بيض مسلوق وحطيت عليه توابل وشريحة جبنة رومي. بجد الساندوتش ده عجبني قوي، انا اول مرة احط بيض مسلوق عليه جبنة رومي، بس عجبني وطعمه كان لطيف قوي. يا بنات انا عايزة اجيب اللي هو ساندوتش ميكر ده، اللي هو الجهاز اللي بحط فيه الساندوتش وبعمل منه الوافل وكده. بس انا مش عارفة ماركة كويسة، انا عايزاكم تقولولي على ماركة كويسة وتبقى فيها كذا خانة، اللي هي مثلا تعمل دوناتس، احمص فيها العيش، تعمل الوافل كده. انا عايزاها كذا عين، مش عايزاها عين واحدة، انتوا فاهمين قصدي؟ استناكم بقى اللي انتوا تقولولي ماركة كويسة في الكومنت. نزلت بقى جبت شوية طلبات للبيت، جبت شوية خضار كده وفاكهة. قلت ان انا اكسب وقت، يعني بما ان انا صاحية بدري ومش ورايا حاجة اللي انا اعملها. فنزلت كده كان في شوية طلبات كده وخضار وفاكهة كنت محتاجاهم للتلاجة. فنزلت بقى واتمشيت شوية وجبت الحاجات دي وجيت. عايزة اقول لكم بقى ان الاسعار بجد، الواحد اصلا كانت في البداية في الاول ده من قريب والله، مش من بعيد، يعني مش هتقولي من كام سنة كنا بننزل نجيب حاجات كتيرة قوي، بتلاقي نفسك اللي انت دافعة مبلغ بسيط. دلوقتي اصلا ما تبقيش جايبة حاجة وبتبقي دافعة مبلغ كبير، يعني بجد ربنا يرحمنا ويتولانا ويعني ونعدي الازمة دي على خير بقى يا رب. لان بجد الواحد، يعني احنا الحمد لله على كل حال، بس في ناس فعلا مش قادرة اللي هي تجيب الطلبات بتاعة البيت، فربنا يقويهم ويعينهم ويرزقهم يا رب. بس جبت بقى شوية خضار وفاكهة، والحمد لله ان الخضرة اتعدلت شوية، لان انتوا زي ما انتوا عارفين اللي هي كانت صغنططة خالص قد صباعينك كده، وكانت ليها سعر، يعني كانت الحزمة ب2 جنيه ومش هتعملك حاجة، يعني مش لما تحطيها على طبق سلطة مش هتلاقيها اصلا. فالحمد لله اللي هي ابتدت تتعدل، ابتدوا بقى اللي انتوا بس مش دلوقتي، كمان قدام شوية خزنوها في الفريزر، بتنفع والله بجد بتنفع. انا بقى الخضار بحب ان انا افضيه في الاكياس كده واحط شويه في العلب، يعني مثلا الطماطم احطها في علبه، ودرج التلاجة اللي تحت ده بحط فيه كل الخضار. بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر، بجد الخضار كان حلو قوي، لان انا كنت نازله بدري فكنت لسه واخده ايه من على وش القفص ده ما بيقولوا. بجد كل ما بتصحي بدري وبتعملي حاجتك بدري وبتنزلي تجيبي حاجتك من تحت طلباتك، بتاخدي احسن حاجه بجد والله بجد. فحاولي ان انت تصحي بدري، هتلاقي نفسك اللي انت عندك نشاط وحيوية كده ومتشجعة وعندك باور وعندك طاقة اللي انت تعملي اي حاجة في يومك. خلاص بقى فطرنا وحطينا الخضار في التلاجة وظبطنا الدنيا. انتوا كده اول ما بتصحوا تفطري، تغسلي تروقي تعملي غدا تفطر كده، احنا في دوامة ولا تحس ان انت في ساقية. يلا الحمد لله، احنا قلنا اللي احنا هنشكر ربنا على النعم اللي احنا فيها، الحمد لله على كل شيء. كده بفكركم علشان لما انتوا كده تفكروا في الحاجات السلبية كده كل يوم، اشكروا ربنا كده على النعم اللي انتوا فيها، كل حاجة انتوا فيها بجد نعمة من عند ربنا. اول حاجة كده انا بدأت بيها هي السلطة، قطعت جميع الخضار بقى، الجزر بشرته وطماطم وخيار، وكان عندي ذرة وفاصوليا الحمراء، بجد انا بحبهم جدا وبيدوا طعم حلو قوي للسلطه. وتبلتها بقى ملح وكمون وشويه خل وليمون، وحطيت عليها شويه عسل وقلبت كل ده مع بعض. عجنت بقى عيش، العيش ده بجد انا بحبه قوي، ولو انتوا عايزين الطريقه بتاعته اكتبوها لي في الكومنت وانا هعمله لكم في فيديو لوحده من اوله. بجد حلو قوي وسريع وبجد بيكسب وقت، يعني انت لو اتفاجئتي ان انت ما عندكيش عيش تقومي كده تعجني كوبايتين هيرمي معاكي وهيبقى طعمه خطير وولادك هيحبوه جدا. على ما نسيب بقى العيش يهدى شويه ويرتاح، هنعمل الصوص اللي احنا هنحطه على في الساندوتش. اول حاجه كده حطيت صوص شيري وحطيت الكاتشب وهحط عليه مايونيز ومستردة. انا عايزه اقول لكم ان الصوص ده بقى ادمان ادمان ادمان، طعمه خطير خطير خطير، بينفع قوي على البرجر، بينفع على الستريبس، بينفع على البطاطس جدا جدا جدا، بجد طعمه حلو قوي.
هنحط بقى كاتشب، وهنحط مستردة، وهنحط مثلا صوص شيري لو عندك، لو انت عايزاه حراق شويه، واحط عليه هالبينو او خيار مخلل وفلفل اسمر واسمه ايه ده والثوم باودر بجد بقى، وتقلبي كل ده مع بعض. انا حبيت ان انا احط بقى بقدونس، لسه جايبه بقى بقدونس وحلو بقى وفرحانه بيه، فحطيت شويه كده صغننين، وحطيت هالبينو لان ما كانش عندي خيار مخلل. ابتديت بقى اقلب كل ده مع بعض، ويا لهوي بجد على الجمال والطعم، يامي 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 بجد حلوه قوي. انا بجد جعت، انا جعت وانا بتفرج بجد على الصوص، وافتكرت طعمه كده ويا سلام. انا هستناكم بجد اللي انتوا تجربوه تقولوا لي رايكم في الكومنت. ابتديت بقى جبت العيش خلاص انا سويته، ولو انتوا عايزين فعلا الطريقه اكتبوا لي. بصوا بقى العيش اصلا شكله حلو قوي وطعمه بجد حلو قوي. حطيت بقى الستريبس، انا كنت قلي ستريبس وقطعته كده كده صغيره، وحطيت عليه سوسيس. انا عملت الساندوتش اللي بتجيبيه من بره بالظبط، بس هما بيعملوا كريب، انا عملته سوري. ابتديت بقى احط كده الستريبس والسوسيس، وحطيت عليه شويه كابوتشا كنت مقطعاه كده كده صغيره. اي بقى خضار انت عايزه تحطيه، عايزه تحطي فلفل، عايزه تحطي طماطم، اللي انت عايزاه. بس انا حبيت بقى احط كابوتشا وفلفل كده مع بعض، بيبقى حلو، وانا بحب الخضار عامه. وحاولي ان انت تضحكي على اولادك كده، ولو هما مش بيحبوا الخضار حطيه كده في وسط الاكل، مش هياخدوا بالهم منه. بس ابتديت بقى ان انا اعمل الساندوتش رول كده، وحطيته بقى على الطاسه، حمصته شويه من بره، وبجد طعمه حلو قوي والف هنا. اتغدينا بقى وكان كله تمام، وقلنا بقى اللي احنا ننزل نتمشى شويه، بما ان احنا كنا واتغدينا بدري والوقت كان لسه بدري، فكنا زهقانين، فنزلنا بقى نتمشى شويه كده. رحنا المهندسين ورحنا الزمالك، اتمشينا كده في الشوارع شويه. بجد انا ببقى مبسوطه لما بنزل كده والف كده في الشارع كده، واروح مناطق جديده انا اول مره اروحها. بس انا رحت الزمالك قبل كده والمهندسين، بس انا ببقى مبسوطه وانا بتمشى كده في الشارع، واتفرج على المحلات والناس كده وانا ماشيه على فكره بالعربيه عادي. بس فكان نفسي اكل ايس كريم غريب عجيب، فكنا بندور على سلطانة، وكان في براند تاني برضو كنا بندور عليها بس ما لقيناهاش. المهم اصلا ولا كان ده ولا كان ده، رحنا بقى جبنا لب وكاجو ومكسرات شوية حاجات يعني، وخروب، انا بحب الخروب جدا جدا جدا. وبس كده اتمشينا شوية وشربنا عصير وروحنا. بجد اليوم كان حلو وانا اتبسطت قوي. وكان احنا ممكن نتغدى برا، بس انا ما حبيتش ان احنا نتغدى برا. يعني بما ان احنا في وسط الاسبوع، يعني مش ويك اند. وكمان انا كنت مطلعه غدا، كنت عامله غدا وعامله حسابي ان انا هعمل غدا، فليه يعني التكلفه وهناكل برا ايه؟ ما هو اللي انا عملته في البيت هناكله من برا. فكفايه كمان اللي احنا هناكل حاجه حلوه من برا يعني. فما حبيتش ان انا التكلفه تبقى كبيره، وزي ما انا قلت لكم باقل حاجه ان انت ممكن تبسطي نفسك. وبس بقى بصوا بقى، انا كنت بفسحكم معايا، بفرجكم على الشوارع والمناطق المجاوره اللي انا بروحها. وهنا بقى كنا في الزمالك، وكان في شباب كده بجد كانت مأجره سكوتر، كان شكلهم حلو قوي، وكان نفسي اعمل زيهم الصراحه، لان انا ببقى بحب الحاجات دي قوي، بحب اركب عجل، بحب اركب بيتش باجي. السكوتر دوت انا عمري ما ركبته، بس انا حابه ان انا اجرب، انا بحب اجرب الحاجات الجديده دي، وببقى مبسوطه بجد وبستمتع يعني. ولقيت كده مكان بيأجروا عجل، بجد انا استمتعت قوي، وكان عندي الحماس اللي انا انزل واجر عجله بقى واتمشى بقى وكده. بس انا الصراحه ما بعملش كده الا لما ابقى مسافره، مش بعمل هنا كده خالص. بس بصوا بقى بجد المنظر الجميل، بجد بلدنا فيها مناطق كتيره حلوه قوي، وهما ابتدوا اللي هما يهتموا بالمباني القديمه والحاجات الحلوه دي. هنا كنا في التحرير. بس وقعدنا بقى نتمشى وبس كده وروحنا، وجبت شوية سناك بقى وكده وهجربهم، بس هجربهم معاكم فيديو تاني علشان الفيديو ما يطولش معاكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة وتكونوا استمتعتوا معايا، وما تنسوش بقى اللايك واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو منكم. باي باي.